نحن الآن في محافظة الإسكندرية، بالتحديد في منطقة الكينج ماريوت، أمام منزل صبري حلمي نخنوخ الشهير بنخنوخ، التي تقول عنه أجهزة الأمن أنه واحد من أشهر البلطجية في جمهورية مصر العربية، وألقت عليه القبض يوم الخميس الماضي، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والمخدرات. وسندخل الآن فيلا صبري حلمي نخنوخ مع عدد من أقاربه لنتعرف ما الموجود بداخلها، ونتعرف على قصة صبري من البداية. تعال اتفضل معايا، ممكن تفرجني. السلام عليكم. تعرف عليك؟ حاج شيرة كبير المنطقة هنا في الكينج ماريوت. يا حاج شيرة، عايزين نعرف بقى منك يعني قصة الحاج صبري كده من الأول. تعالى كده نشوف ثاني كده. لا صبري يعني من الشخصيات الحلوة. معلم صبري من الشخصيات الحلوة، وطول عمره يعني معانا هنا بقاله أكتر من 15 سنة ما شفناش منه أي حاجة وحشة خالص نهائي. والكلام يعني نحن الآن دخلنا القصر، هناك قفص كبير به حوالي 5 كلاب حراسة شرسة للغاية. كمل مع حضرتك. عرفنا بقى بالحاج صبري. لا صبري طول عمره راجل خير هنا في الكينج عندنا، وما شفناش منه اي حاجه وحشه، وطول عمره صاحب فضل على كل الناس. طب هو يعني انا عايز اعرف من حضرتك نشاطه، او هو شغال ايه اصلا؟ نشاطه بيشتري اراضي، بيشتري في الاراضي، بيشتغل في بيع وشراء، واخد بال حضرتك. وطول عمره يعني ده اللي نعرفه عنه. انت عارفه شخصيا؟ انا اعرفه شخصيا. بقالك قد ايه؟ بقالي اكتر من حوالي 15 سنه نعرفه، وجاره. انا جاره هنا في الكينج يعني. انا جاره في الكينج هنا، وطول عمره يعني ما حدش شاف منه اي يعني حاجة. اجهزه الامن يعني مسكت معاه وهما بيداهموا القصر سلاح ومخدرات، وكان في برضك يعني زي ما انت شايف اسود وكلاب حراسه. هو الاسود هو غاوي الحاجات ديت، يعني غاوي زي اي واحد فيلا عنده. الفيلا اللي في الكينج ماريوت عندنا فيها اكتر من الفيلا اللي عندنا حضرتك في الكينج ماريوت فيها اكتر من 20 30 كلب كل فيلا. تعال افرجك دلوقتي على الطبيعه. فهو ده هاوي، يعني هاوي الحاجات دي، خيل مش عارف ايه يعني، وحاجات دي تعتبر زينه للفيلا. وكل واحد عندنا في الكينج عنده نفس النظام ده، خلي بالك. طب انا لو سالتك بقى عن ازايز في ازايز ويسكي وازايز خمره موجوده. استاذنك يا جماعه بس عشان الصوره بعد اذنكم. دي ماكت، خلي بالك. يعني بعض هو زي ما تقول حاجات كده. طب احنا ممكن ندخل هنا صح؟ اكيد طبعا. سنحاول الآن الدخول إلى الأماكن المغلقة في القصر لمعرفة ما محتواه. هو حضرتك كنت بتخش هنا، بتقعد هنا؟ جيت له هنا قبل كده. كنت بتعملوا ايه بقى هنا؟ يعني هنا حفله، شغل موسيقى، نقعد بدل ما نقعد في الجنينه. ايه اللي في محيط الجنينه؟ مفيش حاجة هنا بس اتفضل. الكاميرا ستنقل لكم الآن يعني ده ريسبشن يعني زي ريسبشن كده، قاعده للضيوف، بدل ما يقعدوا في الجنينه بتاع بيضم ضيوفه هنا، بيقعد هنا اهوت في الحته دي. يعني استاذنك تصور هنا. يعني لو سالتك يا حاج يعني السلاح وكميه، انت يعني هو اصلا من القاهره؟ هو من القاهره. هو جه هنا امتى؟ جه هنا حوالي من 15 سنه. واخد بالك. وكل الكينج يعرفوه، بيشتري ارض وبيبيعها، يشتري فيلا بيبيعها، يعني بيتاجر في عمليات الفلل والاراضي. طب انا لو سالتك برضك عن ازايز الويسكي ديت، كل بيت بيبقى فيه حاجه زي كده عشان خاطر برضه للضيوف بتاع حفلات، بيعمل حفلات كده خاصه، وبيقولوا ناس ممثلين. حضرتك اتعرف عليك الاول؟ انا سعد توفيق. يعني يا عم سعد، انت بتقول حفلات. حفلات بتبقى موجوده هنا، بيجي ناس غريبه عن المنطقه، ولا حفلات مع اهل هو ليه اصحابه فنانين ومنتجين سينمائيين وبتاع، فالناس دي بتتردد عليه، وعلى اساس ان هو بيجي يتفرجوا على الكلاب، بيتصور سود كتير قوي من مصر جت هنا، ولاعيبه كوره زي محمد زيدان، زي احمد يعني السقا. انا مش عايزين نلصق تهم بحد مش موجود. مفيش تهم. احنا بنعرف بتيجي يعني غاويه تيجي تشوف حاجه غريبه. هو غاوي الحاجات الغريبه. هو اخوه موجود هنا يا جماعه؟ ابن خالته موجود. طب اتعرف عليك. انت شغال هنا بقالك قد ايه؟ بقالي 10 سنين شغال مع صبري، يعني أيوة. المعلم صبري. يعني قول لي كده، يعني نشاطاته كان ايه، او يعني وساعه لما اتقبض عليه هنا؟ الراجل كان لسه جاي من السفر، مش بيجهز لحفله، ان هو عشان يذيع بس على الكلام ده. حفله ايه بقى؟ حفله عشان جوازه. طب يعني كانوا برضك يعني بعض اجهزه الامن وسائل الاعلام نقلت ان في اعمال منافيه الاداب كان يتم ممارستها. مفيش في عشان انا بسال عشان حضرتك يا جماعه عرب
احنا هنا جماعه عرب ولن نسمح باي حاجه غلط خالص، والا نبقى احنا بنعرص على نفسينا وده احنا ما نرضاهوش. نعتذر عن هذا اللفظ ونرجو التقاء الالفاظ عشان احنا على الهواء. خلاص يعني انا اسف. اتفضل. اصل الموضوع ده بيمس كمان يمسنا، اللي هو بيعمل في حاجات منفيه الاداب هيمس سمعه الكينج ويمسنا احنا العرب، واحنا الكلام ده لا يمكن نوافق عليه اطلاقا، وما شفناش الكلام ده خالص عليه، والله ما شفناه الكلام ده نهائي خالص. يعني هذا ما ستثبته. يعني استاذن حضرتك، يعني استاذن حضرتك، ايه اللي انت بتورينا؟ ايه اللي انت بتوريه لنا؟ حضرتك انت بتقول بخصوص الاداب ودوت، ده حضرتك اعمال منافيه للاداب. دي حضرتك دي قسيم الجواز، ده زوجها ودي مراته ودي ممكن انا يا جماعه بعد اذنكم، دي قسيم الجواز شرعي من عند المأذون، وممكن تستعلم عنها. هم يعني يقال ان هم كانوا 4 سيدات. 4 سيدات بخصوص ال3 سيدات، الثلاث افراد السيدات التانيين، دي ست ومعاها 2 بناتها، بنات بكر، وطلبنا كده في النيابه بكشفهم على الطب الشرعي، ووالدتهم عندها حوالي 55 سنه او 60 سنه، وبالنسبه لبنت عندها 17 سنه وبنت عندها 19 سنه، والاثنين مين دول وكانوا بيعملوا ايه هنا؟ ناس ضيوف جايين، لان هو لسه واصل من لبنان وجايين يسلموا عليه. لو سالتك هو كان في لبنان بيعمل ايه وايه اللي خلاه، يعني هناك من يقول انه هرب بعد الثوره لانه كان يشترك في اعمال بلطجه واعمال عنف. هو حضرتك رجل اعمال وبيسافر كتير، وحضرتك لو هو ممنوع من السفر او اي حاجه ما كانش ينفع ان هو يسافر. هو خرج من القاهره 20/12/2011 وجه 20/8/2012. ممكن نتفرج واحنا ماشيين على الفيلا ومحتوياتها؟ اتفضل. طب يعني ايه اللي خلاه يخرج بره مصر يعني في الفتره ما بعد الثوره؟ هو راجل بيسافر في اي وقت. طب لو سالت عن حضرتك برضو عن سبب عودته لمصر في هذه الفتره؟ هو حضرتك كان داخل على مرحله زواج، وكان نازل علشان هيعمل خطوبته هنا هو في القاهره، لان هو من القاهره. يعني لو سألتك يعني طب يعني هيكون ايه الدافع اللي خلى أجهزة الأمن تلقي القبض عليه ايه دلوقتي، إلا لو كان في أدلة ووثائق وكان في فعلا بلاغات؟ أستأذنكم بس عشان خاطر الكاميرا تصور لو تسمح. ده حضرتك بعد إذنك. حضرتك بالنسبة لأجهزة الأمن والكلام دوت، إن هو طبعا الإخوان حط دماغهم بخصوص انتخابات 5. اي حد يقدر يقول للنظام السابق لا في اي حاجه. يعني الاخوان ايه علاقتهم؟ طب ماشي، الاخوان كانوا في انتخابات 2005، هو ايه اللي خلى ينشا بينه وبين الاخوان عداوه في 2005 الا لو كان فعلا مشترك مع النظام السابق في اي جرائم؟ هو حضرتك ما كانش مشترك مع النظام السابق في اي جرائم ولا اي حاجه. هو الراجل كان الاخوان حاطينه في دماغه ليه؟ هو الاستاذ محمد من هذه أسود حية كما ترون وتتغذى، يعني يقول البعض أن لهم ترخيص يعني، لكن لا نعلم مدى حقيقة ما يقولون. هنا 5 أسود في الأقفاص. يعني أنت شغال هنا؟ ايوه. شغال إيه؟ شغال هنا منظم عمال. عمال؟ أنتوا كم واحد عامل؟ احنا 4 تنفار. إيه؟ 4. يعني وظيفتك إيه هنا بالظبط؟ رئيس عمال هنا. يعني العمال بقى بيعملوا إيه طيب؟ بنضفوا السوق والجنينة وبنات. شغال هنا بقالك قد إيه؟ انا بقالي 20 سنة شغال هنا. 20. أنت عندك كم؟ الحمير اللي كانوا بيقولوا بيلاقوا راسونها على الطريق، ده كله كلام اونطه، ما فيش ولا روس حمير ولا في كلام من ده. ده كله كلام اونطه. طب لو قلت لك بقى انت كنت بتشوف مين هنا في القصر مع المعلم صبري، ومين اللي كان سين احمد السقا ما تجيبش سيره يعني مين من بيجي ناس عرب، بيجي ناس اجانب، بيجي؟ ما كله كان بيجي صراحه، يعني ما كانش في حد ما بيجيش، كله كان بيجي. طب يعني هما قالوا لما ساعات اتقبض عليه كان موجود هنا سلاح ومخدرات؟ لا ما كانش فيه الكلام ده. ما كانش فيه الكلام ده. انا يعني كنت تفتكر كده هم قبضوا عليه ليه يعني؟
ده كله يعني تهمينه في كذا حاجة. ايه بقى الحاجات دي؟ يعني بيقول لك هو الاخوان بيقول لك هم تهمينه بسرقة اسمها ايه دي بتاعت الثورة، اثناء الثورة. هو ايه، هو سافر من امتى؟ سافر لبنان من امتى؟ سافر من فترة بقى 9 شهور كده. يعني بعد الثورة تقريبا. بعد الثورة. ماشي. يا حاجة ازيك؟ اهلا وسهلا. شغالة هنا يا حاجة؟ تعالي بس قدام كده بعد اذنك. بتاع الاسود هنا اسمه عبد الحليم. وانا مراته بساعد معاه وبنظف الشاليهات. شغالة بقالك قد ايه مع الحاجة؟ احنا جايين لسه من العيد. لسه جديدة يعني؟ جايين من العيد. انت جيتي وهو مش موجود؟ لا جوزي موجود. جوزها كان موجود. انت جايه مع جوزك الفترة الأخيرة؟ جينا لقينا المعلم هنا. طب قولي لي بقى كده يا حاجة. ما محبوس معاه. مدرب اسود مع محمد الحلو. جوزك مدرب اسود؟ وجوزي هو بتاع الاسود هنا، هو المسؤول عن الاسود بس. يعني هو ايه اللي بيخلي الحاج صبري يعني المعلم صبري بيربي اسود هنا يعني؟ هوايه زي اي حد ما بيحب هوايه. صحابه يجوا يتصوروا مثلا معاه، صحابه يجوا يتصوروا معاه، ده انت كده يعني، بس هوايه زي اي حد ما عنده هوايه. سألتك بقى انت كنت يعني بصدق كده وبامانه، يعني ايه اللي كنت بتشوفيه هنا في القصر اللي بعد ما هو رجع بقى له كام يوم؟ انا حضرتك هو رجع بقى له كام يوم مصطفى؟ ما اعرفش، انا حضرتك بخلص السبوعه والشاليهات وبخش جوه انا وجوزي ما بنطلعش، مالناش دعوه بحاجه. الراجل يعني صراحه كويس، هو مش هنقول في حاجه في حقه غلط. ما كانش فيه قلة أدب، أنا ما كانش فيه الكلام ده. يعني أنا برضو سنحاول التحدث إلى بعض الأقارب، لكن بعد التجول في القصر ومعرفة ما الذي يحتويه هذا القصر. يعني هذا يعني خيل احنا بنشرح الموجود. هناك أيضا هنا شبيه اسطبل عشان عيدوا تاني. يعني ده هناك احد يعني البلتاجي والكلام ده اتقطع. احنا ما بنقطعش حاجه، ده من عشان الاشاره والشبكه. الراجل ده كان اولا خير. انا هتكلم مع حضرتك بس نستعرض بعض الصور لمحتويات القصر. عشان في كلام بيتقطع بيقطعوه من القناه. انت بتقول في كلام ايه؟ بيتقطع. ازاي كلام بيتقطع يعني؟ يعني احنا شغالين على تقنيات معينه بيبقى في مشاكل في البث، مش احنا مش هنقطع حاجه، يعني انت على الهواء. لا بس هنخلص المنطقة دي وخلاص. يعني برضو هناك عدد من السيارات موجودة هنا، ماركات فارهة جدا، BMW ومرسيدس. ايه العربية الثالثة دي نوعها ايه؟ دوج. عربية مرسيدس، عربية BMW وعربية دوج. وهناك ايضا قفص هنا به دي قرود، صح؟ قرود، يعني قرود. طب انا عايز اسالك بقى، يعني كميه الحيوانات المختلفه دي يعني كان ايه، يعني ايه لازمتها؟ حضرتك دي هوايه، وده طير اخرس، والراجل ده بيكسب ثواب على طعام الحاجه دي اساسا. يعني السلام عليكم. جاي اتعرف عليك.